مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء أستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس يستقبل الوفد الخاص للرئيس الروسي بوتين. القمة الإفريقية 35 تدين قرارات الحظر الأحادية المتخذة بحق دول إفريقيا. إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. مناورات بحرية وحشود عسكرية، وواشنطن تحذر من غزو روسي في أي لحظة. إعلان الطوارئ في العاصمة الكندية عقب تظاهرات ضد القيود الصحية. عدة قتلى وعشرات الآلاف من النازحين جراء إعصار باتسيراي. السلام عليكم ورحمة الله. قال فخامة الرئيس أفورقي إن روسيا قادرة على تطوير وتقدم إفريقيا بإقامة شراكة مهمة مع القارة الإفريقية. جاء ذلك أثناء استقباله وتباحثه مع الوفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيد باغدانوف. وسلم الوفد رسالة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس أفورقي. وقال الوفد الخاص بأن هذه الزيارة تؤكد جاهزية روسيا للتعاون الشامل مع إريتريا. وأوضح اللقاء الذي جرى بين فخامة الرئيس أفورقي والوفد الروسي الخاص المواقف الثنائية بين البلدين المتمثلة في نبذ التدخلات الخارجية وقرارات الحظر غير القانونية بالتركيز على القوانين الدولية. أدانت القمة الإفريقية 35 لرؤساء الدول التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 6 فبراير الجاري أدانت بشدة قرارات الحظر الأحادية المتخذة على مختلف الدول الإفريقية. ودعا البيان الختامي للقمة رفع الحظر الأحادي والخطوات الإجبارية المفروضة على الدول لكونها تعارض القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الإفريقي، وكذلك تنتهك حقوق الدول في الاعتماد على ذاتها ويعرضها لأزمات اقتصادية واجتماعية. ودعت القمة في البند السادس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لرفع قرارات وإجراءات الحظر الأحادية الإجبارية. كما دعت القمة لرفع الحظر المفروض على زيمبابوي وجنوب السودان. في الختام أشادت القمة الإفريقية في اجتماعها 35 بنضالات شعوب إريتريا وزيمبابوي وجنوب السودان في الاستفادة من حقوقهم السيادية وتحديد مستقبلهم المشرق. وأوضح وفد إريتريا على المستوى المشارك في اجتماع القمة الإفريقية 35 بأن الصراعات القوية البادية في مختلف أنحاء إفريقيا هي دليل على تدخلات القوى الغربية التي تنظر للتطورات بمنظور مصالحها. كما أوضح الوفد بأن الحفاظ على مكانة إفريقيا يجب أن يتوازى مع قدراتها الكامنة بحيث تتبوأ مكانها الطبيعي. كما يتوجب وضع استراتيجية منسقة للقارة لتحقق هذه الأهداف المرجوة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في إقليمي الأوسط وعنسبة أظهرت إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا. وظهرت 3 إصابات في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط، وهم من 4 أسمرة وعداق حموس ومصاب قادم من كرن، وكذلك 4 في مراكز الفحص في عنسبة، 2 في هبرو وإصابة من علبرعد وأخرى في عتكليزان. في غضون ذلك شفي 11 مريضا من الإقليم الأوسط، وتوفي رجل يبلغ من العمر 52 عاما من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9644، شفي منهم 9387، وتوفي 101 مريض، فيما لا يزال 156 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 7 فبراير 2022. اختتمت في 5 فبراير الجاري الدورة التأهيلية الطلابية التي نظمها فرع التعليم بالإقليم الأوسط، استمرت أسبوعا واحدا وشارك فيها 1200 طالب تم توظيفهم في العام الدراسي 2021-2022. وتركزت الدورة المقدمة على 5 نقاط تأهيل
وهي وضع خطة تدريسية ومهارات تدريس بمشاركة الطلاب وإدارة الفصل. وقال الدارسون إن الدورة رفعت من معارفهم في مهنة التعليم وأسلوب التدريس، وتساعدهم على مواجهة التحديات التي كانت تواجههم في العملية التعليمية. وأشادوا بالمبادرة التي اتخذها فرع التعليم بالإقليم، مناشدين لمواصلة مثل هذه الدورات التأهيلية مستقبلا. بدورهم أشاد المدربون بأن الدارسين ولو أنهم حديثو التوظيف إلا أنهم تابعوا الدور بإخلاص، وتلعب الدورة دورا بارزا في تقييم كفاءاتهم عبر الطرق العلمية وتوسيع المعرفة. وناشد الدارسين للتعامل بجدية مع المعرفة المكتسبة وبذل المساعي الذاتية الحثيثة، مدركين بأن مهنة التعليم تحمل المعلم مسؤولية كبيرة. في إطار الجهود الجبارة الجارية للنهوض بالخدمات الاجتماعية، تم التوضيح بأن المساعي الحثيثة الجارية في مديرية الشعب لتوسعة الخدمات الاجتماعية وحصول المواطن على الخدمات الأساسية عن قرب تتطلب العمل بقوة وهمة. وفي الاجتماع الذي عقد لتقييم الأعمال المنفذة عام 2021 في 15 منطقة ب8 إدارات للضواحي، قدم المدير التنفيذي للمديرية تقريرا مفصلا حول البرامج المنفذة والتحديات التي واجهتهم. من جهته أشاد مدير المديرية السيد أبو بكر إبراهيم بالدور الرائد الذي لعبته فروع التعليم والزراعة والصحة وكذلك المؤسسات الحكومية الأخرى لتحسين معيشة المواطنين وتأكيد الخدمات الاجتماعية عن قرب، مشيرا إلى بحث القصور والنواقص مع الجهات المعنية. أوضح السيد أبو بكر البرامج الموضوعة للتنفيذ عام 2022 بمشاركة شعبية واسعة. وناشد المشاركون لاتخاذ خطوات جادة لحل المشاكل التي تواجه قطاع التعليم، وخاصة مشاركة الإناث على مائدة التعليم. أفاد رئيس جمعية منتجي العسل في الإقليم الأوسط السيد هبتآب جهاد إن الجمعية تعمل لتأمين متطلبات العسل بأسعار مناسبة. وأوضح إن الجمعية تسعى جاهدة لإنتاج عسل صافي بتنظيم دورات تدريبية للأعضاء، مشيرا إلى أن مركز تكاثر ملكة النحل في منطقة توكر في مديرية سرجقة يسهم بفعالية لاستمرارية أسراب النحل. وذكر ارتفاع عدد أعضاء الجمعية الذي كان 74 عضوا في عام 2018 إلى 180 عضوا في الوقت الحالي، مما أدى إلى إنتاج حوالي 1000 كنتال من العسل خلال عامي 2019 و2020، وانخفاض سعر الكيلو الواحد الذي كان 190 نقفة بنسبة 15%. وأشار السيد هبتآب إلى أن أعضاء الجمعية يتبعون عملية تؤمن صحة إنتاج العسل تفاديا لمخاطر العسل المصنع الذي يضر بالصحة المجتمعية، موضحا تقديم دورات تدريبية للمزارعين بالتعاون مع الخبراء حيث بدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع. في الختام ناشد السيد هبتآب وزارة الزراعة للعمل لتجميع منتجي العسل على مستوى البلاد للتأطر تحت جمعية وطنية إلى جانب الجهود الجارية لتأمين التغذية السليمة. هذا وقد تأسست جمعية منتجي العسل في الإقليم الأوسط التي تزاول نشاطها بالانضواء تحت مظلة وزارة الزراعة، أنشئت عام 2001. فاصل أيها السيدات والسادة، وأعود بالأخبار الخارجية. أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن التحرك العسكري الروسي ضد أوكرانيا يمكن أن يحدث في أي لحظة، وذلك بالتزامن مع مناورات حربية لحلف شمال الأطلسي الناتو في البحر الأبيض المتوسط وأخرى روسية في البحر الأسود، بالإضافة إلى حشود عسكرية من الجانبين. وأضاف سوليفان أن روسيا جهزت القدرات اللازمة لشن عملية عسكرية كبيرة ضد أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن تكثف جهودها لإعداد الرد على التصعيد الروسي إلى جانب حشد الحلفاء ودعم أوكرانيا. وقد
وضعت مجموعة حاملة طائرات أمريكية تحت قيادة حلف الناتو العملياتية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي، وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة، وبالتزامن مع اتهامات غربية لروسيا بالاستعداد لغزو أوكرانيا. ولم يتأخر الرد الروسي على تحركات الناتو شرقي المتوسط، حيث أطلقت موسكو اليوم الأحد أو أمس الأحد مناورات في البحر الأسود لضمان سلامة الملاحة. أعلن رئيس بلدية أوتاوا حالة طوارئ في العاصمة الكندية المشلولة منذ أكثر من أسبوع بسبب احتجاجات لمعارضي القيود الصحية، معتبرا أن الوضع بات خارجا عن السيطرة. وامتدت الاحتجاجات التي بدأت في أوتاوا في 29 من يناير المنصرم إلى مدن كندية رئيسية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين واصلت عشرات الشاحنات ومتظاهرون شل الحركة في وسط العاصمة. ونتيجة لذلك أعلن رئيس البلدية جيم واتسون بعد الظهر حالة طوارئ في أوتاوا بسبب التظاهرة الجارية. كما وصف رئيس البلدية سلوك المتظاهرين بأنه غير مقبول بإغلاقهم طرقات وسط المدينة وإطلاق أبواق شاحناتهم الثقيلة بشكل مستمر. قتل 10 أشخاص على الأقل ونزح عشرات الآلاف جراء الإعصار باتسيراي الذي ضرب مدغشقر. ووصل باتسيراي إلى البر في مانجناري كإعصار استوائي شديد صاحبته رياح بلغت سرعتها 165 كيلومترا في الساعة، فيما أكد المكتب الوطني للأرصاد الذي حذر من أضرار كبيرة وواسعة، وأن قوة باتسيراي تراجعت ودفعت حوالي 48 ألفا للنزوح عندما ضرب البلاد. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في مدغشقر أن الأمطار ستحدث فيضانات في مختلف مناطق البلاد. وكانت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية توقعت سابقا أن يشكل الإعصار تهديدا جديا لمدغشقر بعد مروره من جزر موريشيوس وتعرض جزيرة لارينيون الفرنسية لأمطار غزيرة. أضاء مهرجان الأنوار في كوبنهاجن العاصمة الدنماركية مرة أخرى، وسيستمر في التألق حتى 27 من فبراير بحسب ما أعلنه منظمون. وجذب المهرجان السنوي أكثر من 500 ألف زائر العام الماضي، لذا فإن التوقعات عالية وسيكون من المطلوب إرضاء الجماهير مرة أخرى. وبناء عليه زاد المنظمون عدد أعمال الإضاءة المعروضة إلى 50 عرضا من تصميم فنانين دنماركيين وآخرين عالميين. والجديد هذا العام سيكون عرض أعمال بتقنية الأبعاد الثلاثية على واجهات مبان تاريخية في العاصمة. ختاما لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. فخامة الرئيس أفورقي يستقبل الوفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. القمة الإفريقية 35 تدين قرارات الحظر الأحادية المتخذة على دول إفريقية. إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. مناورات بحرية وحشود عسكرية، وواشنطن تحذر من غزو روسي في أي لحظة. إعلان الطوارئ في العاصمة الكندية عقب تظاهرات ضد القيود الصحية. وعدة قتلى وعشرات الآلاف من النازحين جراء إعصار باتسيراي. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.